مساء الخير حبايبي، ويا رب تكونوا بخير وانتوا بتشوفوا الفيديو، وكل سنة وانتوا طيبين. هنعمل مع بعض شوية بقى رقيش أو كحك ناعم، أي حاجة صيامي نباتي اقتصادي. شوفوا بقى مفيش أسهل من كده، من غير ما نحط عليه لبن ولا بيض ولا سمنة، يعني فلاحي ولا أي حاجة. هتطلع بالمنظر النعومة اللي انتوا شايفينها دي. شايفين ناعم ازاي؟ وتحدي بقى اللي يجربه برضو يقول لي رأيه فيه ايه لو عمله وطلع بالطريقة دي. هقول لكم اكتر من طريقة تشكيل القرقوشة، هشة وفاضية من جوه كده، وفي نفس الوقت ناعمة ودايبة، مش فاضية من جوه وطرية أو أو مقرمشة من بره وطرية من جوه، لأ، تسوية. وهقول لكم كل حاجة في الفيديو ده. معايا كيلو دقيق هنزل عليه هنا ب3 معالق سكر بودرة. أيوة، 3 معالق سكر بودرة، وبيكون أحلى جدا في المعجنات بصراحة عن السكر حبيبات أو سكر ناعم عادي بقى، بس الناعم قوي. 3 معالق سكر بودرة، وده المقدار الصحيح اللي تنفع تاكلي بالقرقوشة دي حاجة، وتنفع تاكليها سادة، يعني ما تبقاش معسلة قوي ولا عدبة. احط عليه معلقتين نشا. ايوه، ما تستغربوش، جربوا بالنشا وانتوا هتدعوا لي بجد على الطريقة. ربع معلقة ملح، وهنزل بيهم في العجان بالمنظر ده. هحط هنا كمان نص معلقة ريحة كحك. ايوه، ريحة الكحك. جربوا، بتودي القراقيش والحاجات الناعمة دي في حتة تانية خالص. جربوا، بس جربوا الأول قبل ما تحكموا. ريحة الكحك. ممكن تحطي سمسم. هنا أنا نزلت بكوباية سمنة نباتي وكوباية زيت، وممكن تبقى كوباية ونص زيت ونص كوباية سمنة للناس اللي مش عايزة سمنة كتير النباتي في الأكل. بس يعني هي السمنة بصراحة بتبقى منعمة القرقوشة أو الكحكة أزيد من الزيت. الزيت هينشف لكن ويقرمش وكله، بس هيبقى جامد. خلاص، حطيت السمنة والزيت على النار لحد ما يسخنوا ويفكوا كده من بعض، ويبقوا بيسخنوا حلو، يعني سخنين بس مش مقدوحين. نزلت عليهم في بولة العجان كده، ما سبتهاش تقدح ولا تطلع دخان على النار. هي طبعا عملت الطشة دي عشان نزلت على الدقيق. بدأت أبث الحاجات دي كويس جدا، بسيها على قد ما تقدري. الحلة بقى اللي مطرح السمنة والزيت هحط فيها كوباية ونص مية وأدفيها تاني على النار. شوفوا بقى، تنينة بس لحد ما الاقي كل الحبيبات بقت لونها اصفر وعامله زي الرمل، ولما تك عليها بايدي الاقيها تك. نزلت هنا بمعلقه خميره مدوباها في معلقه سكر ونص كوبايه ميه دافيه عشان اتاكد انها خمرت. هبدا بقى اقلب لحد ما الاقيها اختفت. انزل بقى بالميه شويه بشويه. ايوه، شويه بشويه. انزلي اول كوبايه ميه وانتي قلبك جامد، وتاني كوبايه ميه او نص كوبايه تاني هنزل بيها بالتدريج. القرقوشة تطلع ناعمة لما يكون عجينتها زي عجينة الكحك، مفرولة كده ومفتحة. عجنتيها وعملت كتير هتطلع معاكي بعرق، يعني هتدي شكل القراقيش وكل حاجة، وعالية ومنفوشة وكله، بس لما تبقي بتندوغيها من جوه تحسيها انها طرية، او مش طعم القرقوشة الناعمة اللي بتدوب في البق. هنزل بقى بنص الكوباية التاني، بياخد كوباية ونص مية. آآ شوية بشوية لحد ما الاقي العجينة أمسك حتة في إيدي. شوفوا، أول ما باحط المَيّة باحس إنها مش متشرباها، لكن لمّا بالِم بإيدي كده بالمَيّة بتختفي خالص. خلاص، لحد ما أمسك العجينة وأدوّرها بإيدي وألاقيها ناعمة، يبقى كده تمام. هنا بقى معايا عجوة، أنا كنت حاطاها على النار بمعلقة سمنة. دي عجوة لا مفصصاها، بتبقى أنضف من العجوة الناعمة أضمن، بس العجوة الناعمة في الحاجات دي كمان نتيجتها بتبقى أحلى، بس الطعم ده أحلى، طعم دي اللي فيها البذر أحلى. اشتغلت على طول، ما سبتهاش تخمر، وقمت عاملة كور صغيرة كده وكور ناعمة في ايدي، بمسكها بس في ايدي واطريها تنعم، لكن هي بتحسي انها ناشفة زي الكحك بالظبط. بدأت اخد حتة واحط فيها صابع عجوة رفيع كده، انا عاملاها صوابع وعاملاها دواير، وتديكي شكل ورقة الشجرة كده سهلة. معرفتيش اعمليها على معلقة وبالمنقاش وعملتها الشكل ده. اعملي اشكال وغيري وجددي في شكل الاكل بتاعك علشان يبقى فيه تجديد. حتى لو بتعملي نفس الوصفة، التجديد مطلوب برضه. هنا بقى عملت حبة كده ونزلت. ده مشرط بتجيبيه من الصيدلية، حلو جدا في المعجنات، بيقطع حلو وفي نفس الوقت بيبقى اسهل من السكاكين. لو ما عندكيش سكينة مشرشرة يبقى بتجيبيه وبتغسليه وبتنشفيه وبتحطيه في الكفر بتاعه، وبيتشال لكل مرة بتعملي فيها معجنات. بدأت اعمل كده الشكل زي ما انتوا شايفين، وطريقة تانية برضو للتشكيل بالمقص.
بصراحة أنا كمان عن نفسي باحب شكل المقص جدًا، لإن بيدّيكِ شكل الورقة، سحبة المقص بتدّيكِ سحبة الورقة. حطيت في صواني مش مدهونة، وبدأت آخد شكل تاني وأعمله كِوَر، أعملها قُرصة بقى بالعجوة طرية. كيلو دقيق هنعمل منه كمية كبيرة، ناعم وقُرص وناشف ومحشي وسادة وكل حاجة. بدأت أشُقّها كده من النُص عشان ما تقبّش معايا، عشان دي قُرصة عجوة. خدت قطعة تاني ونعّمتها كده وكوّرتها ونزلت فيها بالعجوة. طبعًا أنا لو عايزين تحطّوا سمسم، بتحطّوا سمسم في مَيّة، يعني ربع كوباية سمسم كده وعليها معلقة مَيّة وتقلّبوها وتحطّوا فيها الرول ده قبل ما تقطّعوه. مش عايزين بتدهني مَيّة أو لبن على الوش وبترُشّي عليه سمسم عشان يلزق. بس كده نعّمتها وخلّيت اللحام بتاعها لتحت، وبدأت أفردها كده بإيدي وأبطّط وأعملها بالشكل اللي أنتم شايفينه ده. أنا باضغط بس بميل كده عشان تدّيني الcurve ده، ما في مش عايزة، مش عايزة، حدّدي الحجم والشكل اللي أنتِ عايزاه. هارُص في الصواني وأسيبها تخمر مش أقل في الجو اللي إحنا فيه ده ساعة، ساعتين، أولّع الفرن درجة حرارة عالية. أنا ما خمّرتش أول مرّة، بس هاخمّر بقى تاني مرّة. الفرن درجة حرارة عالية وبعد كده أوطّيه على 170 وأدخّل فيه الصواني. بارفع الصواني على باحط الصينية وباحط الشبكة وبارفع عليها ال4 صواني اللي هم بيبقوا الكيلو، 2 هنا و2 هنا، وباسيبهم يستووا على مهلهم. بابدّل اللي فوق تحت واللي تحت فوق، بس ما باحطش حاجة على قاع الفرن أو صاج الفرن، بارفع على أعلى شبكة أقدر أستفاد منه. عشان كده باحط الشبكة في صينية الفرن عشان أحط مرتين 2 بالمرّة يعني، عشان الفرن يبقى سخن وهو بتستوي على السخونية. أسيبها بقى واحتاج أبدِّل الصواني أبدِّل، أعمل أنزِّل اللي فوق تحت أو اللي تحت فوق، بيقعد حوالي نُص ساعة أو ساعة إلّا ربع، لإن النار هادية جدًا. أنا هاعمل هنا السادة كمان بنفس الحكاية، ليه بابطّطها وارجع أضمّها؟ عشان بادخّل فيها هوا، عشان تبقى معايا مقرمشة وهشة، ما تبقاش مكتومة. شايفين؟ كده، بس كده، وادخّل هوا واقطّع برضه الصوابع وارُص في الصواني. التسوية مهم جدًا، بارفع الشبكة على تاني رف من الفرن، وباحط عليه ده تاني رف من الفرن من تحت، باحط الصينية الفرن اللي بتبقى لونها بُني، وبعديها باحط الشبكة. ليه؟ عشان الصينية بتبقى قريبة من القاع، ما يتحرقش منّي ويتلسوع، ياخد اللون اللي أنتم شايفينه ده. والشبكة باحطها فوق عشان توصل لها السخونية. والتسوية مهمة جدًا في نجاح القراقيش. لو النار عالية هياخد لون من فوق ومن تحت ومن جوّه، يبقى شكلها حلو وتشوفيها تقولي تحفة، بس من جوّه لمّا تاكليها تلاقيها طرية وما فيهاش نعومة القراقيش. شايفين شكله ناعم إزاي، واللون متاخد من فوق ومن تحت في منتهى الجمال، من غير لبن، من غير أي ألوان. هو كده طالع كده عشان التسوية حلوة. واشوفكم يا رب على خير في فيديو جديد وفكرة جديدة وحاجة صيامي أو فطاري جديدة تنفعنا اقتصادية، لإن طبعًا الغلا هيخلّي الناس كتير ما تشتريش حاجة من برّه. أشوفكم على خير وباي باي.